السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه وايه اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير ودايما بخير يا رب، وتزيدوا ما تقلوا. النهارده عيالي قالوا لي ايه عايزين ناكل ايه رز بلبن. قلت لهم يلا نشتري من بره. قلت لهم ليه؟ مكلف زياده عن اللازم. مش هضحك عليكم. هنا عملت انا ايه؟ مسكت كوبايتين رز، غسلتهم حلو قوي ونقيتهم ورحت نقعهم. بعد ما نقعتهم هحطهم على النار واوطي عليهم براحتهم كده خالص. مش هديهم السوا الكامل عشان هكمل سواهم ايه في اللبن وفي المقادير، بقيه المقادير اللي انا هحطها. هعمل الخطوه ديت انا كده ايه. كوبايتين الرز غسلتهم حلو قوي ونضفتهم ونقعتهم، وبعد كده حطيتهم على النار. لما يخشوا في السوا اللي انا عايزاه هرجع لكم وهعرفكم بقى بقيه المقادير ايه. بسم الله. انا كده هغرف يا حبايبي عشان اقدم لكم بالشكل اللي انا ايه عايزاه. بسم الله. انا هنضف الطبق طبعا عند ايه، ما هوريكم عند التقديم، بس انا بعرفكم انا ايه بغرف كده. بسم الله. الطبق التاني انا غرفت طبق صغير وطبق ايه كبير. الطبقه دي عمليه جدا على فكره، ولا توسخ ولا حاجه. عايزه تعملي في بوله ازاز، بوله صيني، اللي انت عايزاه. الكوبايات ديت انا عندي بردك، معلش ديت ايه هيتقلب، هنستعمله بردك وهنمسحه ما تقلقوش. بس كده. تعالي يا سلمى خلاص صوري هنا ماما. انا حطيت صوص الكراميل في الكيس عشان ايه ازوق بيه كده اهو. بصوا اي منظر عشوائي كده، اي شكل، عشان اللي مش عايز ايه يعمل شكل جامد يملاه على الاخر مثلا. هو الخرم ايه وسع مني شويه بس مش اشكال، هيدي شكل حلو برضه. بصوا يا حبايبي ايه، انا كده عملت صوص الكراميل للايه اللي مش بيحبه قوي او مش كتير، وهنا اللي عايز يداري الوش كله ويخلي الوش كله ايه بصوص الكراميل، هيبقى شكله حلو بردك. عايزين بقى تزوقوه بشوكولاته بمكسرات، بس احنا ما بنحبش المكسرات الا في حاجات معينه، في الرز بلبن هما مش بيحبوه. ماشي يا حبايبي. يبقى كده ايه اديني سويت لكم، وهنا المنظر دوت، ويبقى كده نهايه الفيديو. ويبقى ايه هتجربوه على طريقتي، طريقه سهله وبسيطه، ومهما نقول لو كلفنا او حاجه مش تكلفه اللي بره. شوفوا الطبقين دول، لو هتجيبي طبق منه شوفي الطبق بكام، صوص الكراميل بره بكام. انا عملته على ايدي. ماشي. انا عملت كوبايه صوص كراميل اللي عايز يعمله، كوبايه واحده سكر وعليها كوبايه لبن ومعلقه نشا بس. اللي عايز يضيف مكان اللبن كوبايه ميه عادي. وعملته على ايدي في البيت، شكله حلو وطعمه حلو وريحته حلوه قوي. صوص الكراميل هيعجبكم. واللبن زي ما انا قلت لكم ضفت كوبايتين رز عليهم 2.5 لبن، عليهم كيس لبن بودره صغير، عليهم معلقتين كريم شانتيه، معلقتين نشا، وعليهم كيسين من فانيليا، وعليهم كوبايتين سكر في مقدار نص كيلو. كل واحد السكر ده اذواق على حسب ما يحب. وان شاء الله تجربوه على طريقتي ويعجبكم. واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد مني. والف هنا وشفا على قلوبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.